كل جديد وحصري، وحطوا لايك للفيديو ويلا نبدأ. منتخب الأردن يودع الحسين عموتة بالبكاء والدموع، وكيف لا وهو من قاده لنهاية بطولة كأس آسيا للمرة الأولى. ويبقى السؤال، ما هو سبب رحيل الحسين عموتة اللي عمل كل شيء للمنتخب الأردني؟ شكرا يا حسين عموتة يا ابن المغرب. هذا الخبر جاء كالصاعقة على الأردنيين. شوفوا معي هالفيديو. المغرب وشعبه هو سر النجاح. عايز تنجح؟ اتشعبط في كتف واحد مغربي، قول له شدني معاك لفوق، وصلني للنجاح. وده السر اللي عرفه كل العالم. النهارده كل العالم بيتكلم في السر ده، مش لاقيين سر النجاح المغرب وشعب المغرب، ونجاح اي حد بيتلزق زي ما بيقول لك كده في شعب المغرب، او في مجرد مع وجوده في واحد من شعب المغرب. وده اكبر دليل النهارده لما الاردن كلها قامت على صدمة ان الحسين عموتة تم فك الارتباط بينه وبين المنتخب الاردني بالتراضي. لكن صدمة في كل الاوساط الاردنية واوساط الرياضة الاردنية بعد اللي عمله الحسين عموتة. لكن لما فكروا في حد تاني الشارع الاردني ينهار بالبكاء على رحيل حسين عموتة. عاجل يا اخوان، المدرب حسين عموتة يغادر المنتخب الاردني ويترك تدريبه لاسباب شخصيه. يعني مش ابدا الوقت المناسب هذا انه حسين عموتة يترك فيه المنتخب بعد ما وصل لانجاز خرافي بالنسبه للمنتخب الوطني، انه يوصل نهائي اسيا ويقود في مجموعته في تصفيات اسيا. يترك المنتخب مش الوقت المناسب ابدا. والاتحاد الاردني اعلن انه المدرب المغربي جمال السلايمي هو راح يتولى التدريب من بعد عموتة. بتتوقعوا انه ينجح ويكمل مسيره عموتة، ولا المنتخب الاردني راح ينهار؟ سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. حسين عموتة إنسان طيب بكل معنى الكلمة. ولهون بكون خلص الفيديو. لا تنسوا تشتركوا بالقناة. باي.